السكوت مش دايما علامة الرضا. ساعات السكوت بيبقى قمة الذكاء، بس الرد بشياكة وبرود هو اللي بيخلي اللي قدامك يعرف مقامك من غير ما تطلعي كلمة غلط واحدة من لسانك. في قاعدة في اتيكيت الروح بتقول: اللي يرميكي بكلمة ردي عليه بابتسامة، بس ابتسامة ثقة. لو حد سألك سؤال محرج أو قلل منك ما تتوتريش، خدي نفس هادي وبصي في عينيه وقولي بكل هدوء: ايه اللي خلاك تفتكر ان السؤال ده ممكن يهمني؟ الجملة دي لوحدها كفيلة تنهي الموضوع وتديكي برستيجك. الهانم ما بتردش الإساءة بإساءة، لأنها مش عايزة تنزل لمستوى ما يليقش بيها. لو حد انتقد لبسك أو شكلك، الرد المثالي هو: الحمد لله إن ذوقي عجبني. وده الأهم، بساطة، ثقة، وقوة. الردود دي بتبين إنك ست الهوانم بجد، مش محتاجة تثبتي حاجة لحد. قيمتك في لسانك ما ينطقش إلا بالرقي، وفي عقلك اللي بيعرف يوزن الكلام. وبكده نكون كملنا مثلث الهوانم: القبول، الثقة، وفن الرد. قولولي في الكومنتات ايه أكتر كلمة بتسمعيها وبتحس إنها محتاجة رد شيك. وما تنسوش الكومنت الحلو، وما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش الاشتراك. سلام يا أحلى هوانم.